السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبيت أوضح لحضراتكم مشكلة أو مشكلتين كده قابلوني، فأنا طول الوقت بحاول إن أنا أقول لك عن المشاكل قبل ما تحصل عندك، أو بحاول إن أنا أقول لك إيه اللي يمنع إن المشكلة تحصل عندك أصلا. الزيوت المعدنية يا جماعة أنا قلت إن هي بتسود قلب الموتور من جوه، وبتعمل تراكمات جامدة جدا زي كده، زي ما احنا ما شايفين كده، بسبب ان انا ممكن ما استخدمش عربيتي وقت طويل، فاسيب الزيت وقت كبير جدا في العربية. وانا قلت ان هو الزيت اخره، اي زيت معدني اخره 6 شهور جوه المكنة، ما ينفعش اسيبه اكتر من كده، حتى لو انا ما مشيتش عليه كيلوهات. الحاجة التانية هي بتخص العربية الماتريكس والجيتس، الفيرنا، الانترا اكس دي، النيو اكسنت. المشكلة ديت بتكون حساس الكرنك. حساس الكرنك عندنا عايش في بيئة صعبة شوية. الحساس عايش في المنطقة اللي قدامنا دي، اللي هي بتكون منطقة علبة البيئة، فبالتالي هو بيمتص الحرارة كلها. ادي زي ما احنا ما شايفين الحساس اهو، ده الكابل بتاعه، هو مربوط بالمسمار 10 دوت. لكن لما نبص هنا عند الفيشة بتاعته هنلاقيه الحرارة عاملة فيه برومة جامدة، او عاملة فيه تآكل جامد، مبهدلة خالص. فطبعا دوت باختصار شديد لو احنا سيبناه بعد ما اتكسر كده ممكن يتخلع منه وانا ماشي، ممكن يعمل ماس فما يخليش عربيتي تدور. عشان كده في الفترة بتاعة الحر دي لازم انا اراجع الحساس ده كويس، ولو لقيته فيه التلف ده كله اللي هو التآكل بتاع الكاوتش بتاعه دوت، السلوك عريانة زي كده، ده هيعمل معايا ماس ومش هيخلي العربيات تدور معايا اصلا. فياريت يعني لو تراجع عليه، الموضوع هيفيدك مش هيضرك يعني.